السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده البيتي فور الملوكي بمقادير ثابته وبسيطه. هتفرش منك؟ لا. هتسيح منك؟ لا. هتبقى معضمه وناشفه منك؟ لا. تعالوا دلوقتي هوريكي الخطوات بتاعتنا وازاي تطلع معاكي باللون والشكل زي ما انت شايفه كده. مقادير ولا اروع. دلوقتي في ناس كتير كلمتني على موضوع الزبده وقالت انها مش عارفه، ما عندهاش ميزان يعني. دلوقتي اللي بستعمل الزبده اللي انا بستعملها زبده فرن، مش بستعمل نوع مثلا غالي ولا اي حاجه. انت اي نوع انت حباه ماشي. انا دلوقتي عشان انا عايزه 750 جرام من الزبده، هعمل ايه؟ هحدد نص القالب وبعد كده هعمل النص ربعين، كده 750 جرام، يعني كده هنشيل بس الربع كيلو منها. كده تمام، المقادير كده ثابته. طب لو عايزينها بالكوبايه ومش عايزين نبعد زي ما انت عامله كده، انا عندي زبده كتير ومش عارفه اعملها، كوبايتين ونص من الزبده. حلو كده. احنا كده ماشيين مع بعض كده بالمقادير بتاعتنا بالكوبايه وبتقطيعتها وبميزان وبكل حاجه. اول حاجه انا هعملها طبعا الزبده بتاعتي بحراره الغرفه يعني طريه. طبعا الجو ساقع، هي مش محتاجه انها تكون في التلاجة زي ما انتم شايفين كده. هديها ضربتين بس كده انها تفك مع نفسها، وبعد كده هرجع تاني احط بقى المواد بتاعتي الباقيه كلها. بس قبل اي حاجه هنحط السكر. لازم دلوقتي بعد الضربتين اللي ضربناهم دول هنحط السكر. هنحط قد ايه؟ كوبايتين ونص من السكر. طبعا السكر انا طحناه في البيت زي ما انتم شايفين كده، انا عاملاه عندي في البيت مش جايباه من بره. وتكوني نخلاه مره واتنين علشان ميبقاش فيه اي حبيبات او اي كرتلات من السكر. وانت بتضربيه يكون ناعم خالص. دلوقتي اهم حاجه عندي دلوقتي بعد ما ضربتها ضربتين كده ان انا هجيب كل اللي على الحروف، علشان خاطر ما يبقاش عندي حاجه على الحروف مش مضروبه كويس، لان اكيد فيها سكر وفيها زبده مش مضروبين. هرجع تاني واعيد الضرب تاني لحد برضو لما تلاقي اللون افتحها اكتر وهشت معايا اكتر. انا عايزاها تبقى هايشه جدا جدا جدا. ده من اول حاجه يعني الف ب هيشان للبيتي فور بتاعنا. عشان البيتي فور بتاعنا يكون هشه وخفيفه لازم الزبده والسكر دول يضربوا كويس جدا. طبعا انا مش بطول عليكم في المراحل دي، انا بس بحاول ان انا اوصل لكم اللي انا بعمله. دول 4 بيضات برضو بحراره الغرفه. اول حد يحط البيض يكون ساقع من التلاجة، هيقطع منك وهتلاقي الزبده بتاعتك فصلت كانك حاطه عليها نشادر. فكده احسن واضمن انك انت تضربي البضايه بضايه وتكون بحراره الغرفه. ما تجيبيهاش ساقعه من التلاجة وتستعمليها، احنا بنستعمل كل حاجه اهو بحراره الغرفه، الجو ساقع لوحده. هنزل البيضه التانية. النهارده بقى يا جماعه المكون اللي معايا المكون السحري اللي بيخلي الدنيا مقلوبه وريحه الحاجه ولا اروع وجميله وخطيره. هقول لك عليه دلوقتي واحنا بنتعامل مع بعض في البيتي فور. في ناس كتير قالت انه ملوش لازمه، في ناس قالت ان هو ريحته وحشه، انا كنت هقع في قالت انه مش حلو، ملوش لازمه والفانيليا بتغني عنه. لكن انا عايزه اقول لك ان هو حلو جدا. عايزه تحطي الاثنين مع بعض الفانيليا وعايزه تحطيه هو كمان مفيش مشكله خالص. بس عايزه اقول لك ان هو فعلا ريحه حلوه قوي قوي قوي، وبيخلي الحاجه كانها فعلا زي بتاعه المحلات، ريحه المحلات بالظبط. دلوقتي انا ضربت كمان الاخر البيضتين كانوا موجودين، انا ضربتهم زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى اوريكي المكون بتاعي السحري. لو انتوا اتفرجتوا على الفيديو اللي قبل كده هتعرفيه. ده اسانس الحليب، خلاصه الحليب، زيت الحليب، ما اعرفش بيقولوا عليه كذا اسم، بس هو اسمه اسانس الحليب. طبعا احنا بنحط قد ايه؟ نحط معلقه صغيره من الشاي. لو بتنقطي مثلا بتاع 5 6 7 نقط بس، ما تكتريش عن كده. لو عايزه تحطي فانيليا كمان حطي، مفيش مشكله خالص. عايزه اقولك ان الريحه في الوقت ده وانا لسه دخلتش فرن ولسه ما كملتش، تحفه تحفه بجد. دلوقتي انا هشيل معلقه من السمنه والسكر بتوعي او الزبده والسكر والبيض والخلطه بتاعتي كلها زي ما هي كده. هشيل معلقه واحده كده واركنها على جنب. طب ليه يا صابرين هنعمل الخطوه دي؟ علشان خاطر لسه هنعمل الكاكاو. انا مش عايزه احط للكاكاو زبده بس، هيبقى دلع. انا عايزاه بكل المكونات بتاعتنا. وشلت من هنا معلقتين من الدقيق. حلو كده، اللي هم معلقتين اللي هحطهم كاكاو. انا كده هقلب العجينه بتاعتي او هقلب العجينه بتاعتي كلها بالزبده والسكر والبيض وكله. هفضل ان انا اقلب، انا بعوم يا جماعه. بصوا انا مش بعجن. البسكوتات لما بتتعجن كتير بتعضم، بتشغل الجلوتين اللي في الدقيق فبيخلي العجينه بتاعتي معضمه. انا كل اللي بعمله ان انا بس بقلب العجينه بتاعتي من تحت لفوق كده زي ما انتم شايفين. هجيب جزء هنا من العجينه البيضه بتاعتي وهحطها هنا. انا هستعمل قد ايه؟ معلقتين من الكاكاو قد معلقتين السكر. دي كنت هحط في كوبايه بعد كده قلت لا احط بالمعلقه على طول. هحط معلقتين من الكاكاو زي ما انا شلت معلقتين من دي هحط معلقتين من الكاكاو. كده تمام كده. كده المعلقتين بالظبط. هبدا انزل بقى السمنه والسكر والبيض اللي انا كنت حاطهم على جنب، هنزلهم عليه ادوبهم جامد جدا في قلب بعض لحد لما احس ان العجينه بتاعتي او الكاكاو بتاعي بقى عامل زي شبه الكريمه. خلاص كده
المهم ان انا هدوبها، وبعد ما هدوبها طبعا انا متلحوسه والدنيا بايظه معايا خالص. هخلص الجزئيه دي وارجع لكم تاني. طبعا كل ده مطرح ما انا قسمت العجين وكده اهو. هاخد بقى جزء تاني من العجين بعد ما عملت الكريمه زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الكاكاو بتاعنا اهو. انا اقصد الكريمه اللي هو الكاكاو يعني يا جماعه، عشان ما حدش يقول ان انا متلخبطه في الكريمه والكاكاو، لا هي الزبده والسكر، انا عملتهم كانوا شكل كريمه كده. المهم ان انا قلبتهم زي ما انتم شايفين اهو. بصوا القوام بتاعها نفس القوام بتاع البيضه بالظبط. المهم ان احنا نوصل للنتيجه ان الاتنين زي بعض بالظبط. طبعا انا لما حطيت السمنه او حطيت الزبده اللي انا حطيتها على الكاكاو فرقت طبعا معايا جامد، ما خلتش الكاكاو بتاعي يتقل ولا ينشف لي العجين، لان طبعا معروف ان هو بينشف العجينه جدا. وزي ما احنا شايفين كده انا بعمل الصاج اهو. بصي العجينه نازله معايا بكل سلاسه، مش ناشفه في ايدي ولا بتصعب عليا في النزول ولا اي حاجه. عايزه اقول لك فعلا هو اسمه ملكي، وهو فعلا ملكي حلو جدا، والريحه حلوه قوي وخفيف وهش. يعني بجد لو عملتيه هيشرفك. ولو وصلت معايا لحد هنا يلا اعملي لي لايك بقى بايديك الحلوه دي وكومنت حلو منك، وتعالي نشوف بعد التسويه. ادي التسويه بتاعتي خدتش مني لون، هي بتقعدش اكتر من 10 11 دقيقه في الفرن. وادي التسويه، ولا فرشت ولا ساحت ولا رسمه راحت ولا اي حاجه خالص. كل سنه وانتم طيبين.